اللي تتعيش العشوائيه اليوم بدا الحل ديالها، وهذا هو السبب علاش حنا تحركنا حالا باش يدار هذا القطاع لانه تيشكل واحد الاشكاليه صحيه كارثيه بمعنى الكلمه لتتطلب تدخل استعجالي للمسؤولين. طبعا بزاف ديال الصحفيين تيتسائلوا علاش هادو ممارسين غير شرعيين. ممارسين غير شرعيين لانه الرخص اللي عندهم، انتم تشوفوا الرخصه اللي عندهم النموذجيه منذ الاستقلال، يعني هذه هي الرخصه اللي تتعطاهم. دكتور محمد سديرة رئيس المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان الوطنية. تنظموا هذه الندوة الصحفية من بعد المراسلات اللي درنا الولاة والعمال حول هذه المزاولة غير مشروعة لطب الأسنان، واللي لقات واحد التجاوب كبير من طرف السلطات المحلية، واللي خرجنا في لجان مختلطة مع ممثلين ديال الهيئة من أجل تفتيش هذا ولا معاينة هذه المحلات ديال المزاولة غير مشروعة. وبالطبع جات هذه الندوة الصحفية من أجل إعطاء الوعي لجميع المواطنين بخطورة هذه المزاولة، أولا من الناحية الصحية، وثانيا من أجل كذلك نوصل واحد الرسالة للمسؤولين بضرورة استعجال إيجاد حلول لهذه الممارسة على ضوء ما تشهده اليوم بلادنا من قضاء على العشوائية بشكل عام، يعني العشوائية والفوضى في السكن العشوائي، في احتلال الملك العمومي، وفي مجموعة ديال المجالات. اليوم الدولة المغربية تتهيأ رأسها مجموعة ديال الاستحقاقات اللي هي رياضية، واللي بغى المغرب أنه يوصل لها، وهو قاضي على جميع الأوجه ديال الفوضى. وبالطبع هاد المسائل ما يمكنلاش تكون إلا بإرادة، إلا بالعمل احنا كاملين كمهنيين كمسؤولين باش يمكن لنا نتجاوزوا هاد الممارسه هذه اللي مع الاسف الشديد خلات ضحايا كثار، اللي تيبانوا لنا ما بزاف ديال الضحايا اللي ما تيبغوش يدخلوا قضائيا، وما تيبغوش تيجيو عندنا تيداويو وما تيبغوش يدخلوا في هذا الشيء هذا. وبالطبع هاد المسائل هذه خصها تسالي في المغرب، لان المغرب مع الاسف يعتبر من الدول القليله اللي فيها هذه المزاوله بحال هذا الشكل. حتى الدول العربيه ولا الدول الاوروبيه ما نهضروش عليها، جميع الدول قداو على هذا الشيء. مع الاسف باقي عندنا هنا في المغرب هذا النوع من المزاوله اللي حقيقه قضات على الصحه ديال المواطنين. كنشوفوا بالنسبه في السوشيال ميديا كنشوفوا ان الناس ديال يكون باش القدم، وهذا هو الدور ديالنا كاملين، لا صحفيين لا اطباء ديال الاسنان اليوم في هذه الندوه الصحفيه، باش من جهتكم انتم توعيوا المواطنين من خلال المقالات ديالكم، من خلال المداخلات ديالكم، على انه المواطن لا بد يتاكد من طبيب الاسنان اللي غادي يمشي عنده، ويمكن ليه يتصل بالهيئه ديالو باش تعطيه، لانه حنا عندنا جميع اطباء الاسنان حنا اللي ترخصوا لهم وعارفينهم كاملين. وبالتالي خاص لا بد هذه المساله هذه المواطن ياخذها بعين الاعتبار باش يتجنب كاع اي مشكل صحي اللي يقدر يوقع عليه فيها هذه المزاوله ديال غير مشروعه. الرساله هي اللي قلت الاخيره، هو انه خصهم يردوا بالهم، ما يديوهاش في هذوك الاشارات، خصهم يتاكدوا اولا بانه طبيب سنان، هذه الاولى. ثانيا ملي يوقع عليه شي حاجه يتصل بالهيئه باش يمكن لها دير معاه الاجراءات اللازمه في متابعه هذا الممارس غير شرعي. سناء عبيد، نائبة رئيس المجلس الجهوي للجنوب لهيئة أطباء الأسنان الوطنية. فإحنا اليوم في هذه الندوة الصحفية للحديث على الممارسة غير مشروعة لطب الأسنان، اللي هي ممارسة اللي كنعانيو منها منذ سنوات، واللي كتأثر بشكل كبير على القطاع الصحي في المغرب. وكنلاحظوا بعد ملي كنديروا مقارنات على المستوى الدولي أن المغرب خصوصا مع المقارنة مع بلدان المجاورة اللي اختفت فيهم هذه الآفة، أن المغرب مازال كيعاني منه. وحنا الحمد لله دابا في البلاد ديالنا عندنا 11 كليه لطب الاسنان، فما يمكنش كنفورميو عدد كبير ديال اطباء الاسنان، وحنا مخلين واحد القطاع اللي غير قانوني اللي الاشخاص اللي كيسمحوا لراسهم باش يزاولوا مهنه طبيه. وملي كنقولوا طبيه كتخص انسان، وكنعرفوا حنايا الجسم ديال الانسان راه مرتبط ببعضياته، يعني الا كانوا شي مضاعفات على الفم كيقدروا ياثروا حتى على المضاعفات على الصحه بصفه عامه.
فاحنا اليوم جينا باش ندقوا ناقوس الخطر، لانه فعلا الحالات اللي كنشوفوا، المضاعفات اللي تنشوفوا بشكل يومي في العيادات ديالنا كتشكل زعما معاناه كثيره للاشخاص اللي تيعانيوا من دوك المضاعفات، اللي ولاو دابا حتى الاجانب حتى هما تيعانيو من هذه المضاعفات، لانهم تيجيو تتبان لهم دي بلاك فيهم دونتيست يدخلوا عندهم، لانه كيعتبروا انه طبيب اسنان فتيدخلوا. وحنا كيف كنعرفوا جميع اننا في 2030 غنشاركوا في تنظيم كاس العالم، فما يمكنش اننا نكونوا مازال كنعانيو من بحال هذا المشكل. اولا خاصنا نحلوا المشكل لان المواطنين ديالنا تيعاونوا، وتا على المستوى الدولي بما ان المغرب عنده سياسات خارجيه اللي الحمد لله راه المغرب الصوره ديالو كبيره على المستوى الدولي، فما يمكنش لينا من نستقبلوا اجانب يجيو يلقاو عندنا مازال هذه الافه. كيف كنقوموا باشغال اننا نحسنوا البنيه التحتيه للبلاد، فخاص الاعمال تخص جميع القطاعات، واللي منها قطاع الصحه اللي هو قطاع حيوي. ما يمكنش لينا نتغاضاو على هذه الخروقات اللي كيعانيو منها خصوصا طب الاسنان. شي ميساج ديالك للمواطنين؟ ميساج للمواطنين، كندعو المواطنين انه قبل ما نمشي عند اي معالج كنتاكد انه طبيب، بما انه عندنا حنايا اللي كيف قلنا اشخاص اللي كيمارسوا المهنه بشكل غير قانوني، فالصحه ديالنا ما تنحطوهاش بين ايدين انسان غير مؤهل لذلك. الصحه ديالنا تاج فوق راسنا، فخصنا نحافظوا عليها. باش نحافظوا عليها خصنا نمشيو عند انسان كيف قلت مؤهل انه يخدم لنا. ما يمكنش نغامروا نمشيو عند اي شخص كيف ما كان لمجرد انه سمى راسو خبير او لا عنده خبره او لا تجربه في الميدان، لانه الطب ما كيتكتسبش بالخبره، وانما بعد سنوات دراسه طويله وعمل جبار اللي كيقوم به طبيب الاسنان. السلام عليكم، حنا طلبة طب الأسنان. أنا ممثل ديال طلبة طب الأسنان بالدار البيضاء. اليوم هنا كما كتشوفوا تجمعوا الأطباء، تجمعوا الطلبة باش أنهم يناشدوا الناس المسؤولين باش أنهم يتدخلوا في هذه الوضعية الحرجة ديال مهنة طب الأسنان. أطباء الأسنان اللي كيقراو لمدة سنوات عدة، وهما كيدوزوا دي تي بي، كيدوزوا لا كلينيك، كيقراو العلم ديال طب الأسنان. فاش كيتخرجوا كيلقاو بان كاينين الناس اللي هما كيتطفلوا على المهنه وكيضروا بصحه المواطن. كاينين عده حالات اللي كيجيونا حنا في المصالح اللي حدا الكليه، كنلقاو بان كاينين تعفنات وكاينين عده حالات اللي هما حرجه بسبب هاد الناس هادو اللي كيتطفلوا على المهنه، بحكم انهم كيقولوا انهم راه كيعرفوا اشنو كيديروا، الوغ هما ما قاريينش، لا علاقه لهم بالعلم، وكيتطفلوا على المهنه ديالنا وكيخليو هاد الناس هادو في حالات حرجه اللي كيجيو عندنا حنا في الكليه. دونك حنا كنطالبوا الناس المسؤولين انهم يتدخلوا في الوضعيه، وانهم يطبقوا القانون كما هو. حنا عارفين بان كاين قانون ديال طب الاسنان، خاص الناس ما يعودوش خاصهم يديروا داكشي اللي عليهم، ما يعودوش يخرجوا على ويدخلوا في المهنه طب الاسنان. طب الاسنان راها مهنه شريفه، وحنا كطلبه اللي كندوزوا اعوام وحنا كنقراو، ما فائده هاد الاعوام كاملين اذا كنتخرجوا كنلقاو واحد اللي هو كيدير العكس ديال داكشي اللي حنا خاصنا نديرو. حنا خاصنا نداويو المريض، كنلقاو الناس اللي هما كيجيو بسبب مضاعفات ديال هذوك الناس اللي هما متطفلين على المهنه. دونك فوالا الناس اللي هما تجتمعوا الاطباء وتجمعوا الطلبه باش انهم يوصلوا الصوت ديالهم للناس المسؤولين باش انهم يتدخلوا في هذه الحاله الحرجه. بهاء الدين عشاش.